النهارده هقولك كل التفاصيل اللي تنجح معاكي العيش الشامي الصغنن بتاع السندوتشات. يعني بص هقولك تفاصيل التخمير، طريقة التخمير المظبوطة، ازاي تاخديه على ايديكي وتسويه وقد ايه تسيبيه يختمر، وازاي يطلع معاكي كله قابب بالشكل ده، والطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. وكل التفاصيل هتلاقيها موجودة هنا، يعني لما تعمليه هيطلع معاكي ناجح 100%. بس تابعي كل التفاصيل بتاعة الفيديو. شوف العيش طلع معانا كمية كويسة، والعيش جميل جدا قابب كله، والطبقة اللي فوق زي الطبقة اللي تحت، وكل العيش قابب. يلا بينا بقى على طول. بصوا معايا كوباية الا ربع من المية، مية دافية. هحط عليها باكو خميرة فورية، يعني حوالي معلقة كبيرة. يبقى كوباية الا ربع مية دافية، بحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر، واقلبهم بالشكل ده. طب انا عملت دي، انا بخليكي تعملي الطريقة دي ليه؟ عشان تشوفي الخميرة بتاعتك كويسة وناجحة ولا لا، بحيث ان تبقي ضامنه نجاح العيش معاكي. يبقى انا بدوبهم واسيب الخميره على جنب كده، ومعايا كوبايه من الحليب دافيه برضه، او لو مش حابه تحط حليب فحطي ميه مفيش مشكله. ومعايا نص كيلو من الدقيق، بحط عليه نص معلقه صغيره، نص معلقه من الملح، واقلبهم بالشكل ده. شوف الخميرة كده تفاعلت معايا، طالما عملت فوم يبقى كده الخميرة ناجحة معايا 100%. كده هيطلع العيش مظبوط معايا. لازم الخميرة تعمل معاكي فوم بالشكل ده. كده الخميرة مظبوطة جدا، وان شاء الله العيش هنكمل باقي التفاصيل وهيطلع معانا ناجح 100%. حطيت بقى المية بالخميرة، وبنزل بالحليب تدريجيا. دي كوباية زي ما قلنا، لو مش حابة تحط حليب حطي مكانها مية. هنزل تدريجيا. بص طريقة العجن المظبوطة عشان العجينة تطلع معاكي برضو، يعني في تفاصيل بسيطة لكن هي برضو اللي بتنجح معاكي الحاجة. يعني العجن ده انا هفضل اعجن في العجينة لحد ما يبقى قوامها ناعم جدا، ويبقى ليها عرق كده، يعني ليها مطة، عشان تبقى معاكي العجينة ناجحة والعيش ناجح معاكي. فتفضلي تعجني فيها لحد ما تبقى ناعمة معاكي خالص، وتلم العجينة بالشكل ده، ويبقى ليها مطة كده. تمام جدا، العجينة ناجحة معايا وخلع من ايديا كده تمام العجينة. شوفوا ده قوام العجينة. يعني اصلا الدقيق لو هو مشربش معاكي سوائل كتير فانت بتنزلي تدريجيا، علشان كده ممكن تاخدي الكوباية التانية او مش ممكن تاخديها كلها، فعشان كده بقولك تنزلي بيها تدريجيا. بغطيها بقى واسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها، وبعدين كده بهبط الخمر شوية. وبعدين بقى بجيب صينية رشع فيها شوية من الدقيق، وابتدي اقطع العجينة بتاعتي. بقطعها كور صغيرة خالص، يعني بص الكورة زي الليمونة او اكبر من الليمونة شوية، او قد البيضة كده. فهي الكور بتبقى صغيرة اللي انت بتقطعيها، وحاولي تظبطي ايديكي ان الكور كلها تبقى قد بعضها. الدقيق اللي انا استخدمته دقيق عادي مستخدم، يعني متعدد الاستخدامات، ما في مش دقيق معين. هقطعهم كلهم بقى زي ما اتفقنا كور صغيرة بالشكل ده. بعد بقى ما قطعتهم كلهم بغطيهم عشان ما يعملوش طبقة كده من على الوش فوق قشرة، فبغطيهم بأكياس بلاستيك واسيبهم يستريحوا شوية. وبعد ما بيستريحوا شوية كده بروح على الرخامة بتاعتي، بدي رشة من دي، وبجيب أول كورة أنا عملتها وهبتدي اشتغل فيها. بدي رشه خفيفه من الدقيق وتبططيها بايديكي كده او بالنشابه عادي مفيش مشكله، لحد ما تبقى يعني سمكها. انا هوريهولك دلوقتي السمك بتاع الرغيف. اتمنى بس ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديد. بصوا بقى بعد ما فردته كده بنفض من الدقيق منه، لو في دقيق زياده ولا حاجه بنفضه منه. ده سمك الرغيف، شوفوا سمكه مش تخين ولا هو رفيع خالص، عشان هو لو رفع منك جامد مش هيقب معاكي. فهو ولا تخين برضه عشان ما يبقاش قلبه تخين، يعني الطبقه زي ما انا وريتها لك بالظبط دلوقتي.
طبعا بنشابه بعود باي حاجه مع عندك، افردي بيها حتى بايديك، تقدري تبططيه بايديك لان العجينه مرنه وسهله ان انت يعني تفرديها بسهوله. فاي حاجه موجوده عندك هتعمليها بيها. طبعا انا هخلص كل الكميه بالشكل ده زي ما وريتلك، كل الكميه بالشكل ده. طبعا بنفضه من الدقيق، وده السمك بتاعه بوريهولك مره كمان. انا عملت واحده كمان وباقي الكميه بقى هخلصها وهوريها لكم دلوقتي. بصوا انا كل ما بعمل كنت بحط على قماشه كبيره كده برص عليها العيش اللي انا عملته كله، كل اللي انا عملته برص عليه بالشكل ده واحده واحده لحد ما خلصت كل الكميه بالشكل ده وغطيتها، وسبتهم كمان حوالي ربع ساعه يختمروا كمان على القماشه. برجع اخد اول رغيف انا عملته هو اللي هشتغل فيه الاول عشان يبقى اختمر معايا كويس، وبروح على الطاسه على نار هاديه زي ما انتوا شفتوها، نار هاديه، وابتدي احط الرغيف. واول ما احس ان هو كده هي يعني اتشمع بروح قلباه على الوش التاني عشان يتنفخ معايا. ما تستنيش عليه لما يستوي، يعني زي ما انت شايفه بحطه، واول ما بحطه بسيبه يشمع كده وبرجع اقلبه عشان يتنفخ معايا. اهو هحطه هسيبه اول ما يشمع على طول بروح قلباه، وبعدين بقى بروح ايه مقلبه فيه كده لحد ما يتنفخ معايا. لو في حته مش منفوخه ولا حاجه بتدوس عليها بتتنفخ معاكي. يبقى احنا بنحطه اول ما بيشمع على طول، ما بسويهوش، اول ما بيشمع بقلبه عشان يتنفخ معايا، وبعد كده اقلب فيه لحد ما يستوي كل العيش معايا بالشكل ده. واحده كمان اهو بالشكل ده. بصوا ادي حطيت الرغيف، اول ما بيشمع معايا ما بستنهوش يستوي بقلبه. شوفوا اهو ما استواش، اهو الجنب ما استواش، وبعد كده بسيبه بقى بقلبه يتنفخ معايا، وبعدين اقلب فيه. اول ما يتنفخ معايا اقلب فيه لحد ما يستوي كله بالشكل ده. دي التسويه المظبوطه اللي هتطلع معاك العيش قابب، وقلت لك تفاصيل التخمير كلها. شوف انا حبيت اوريكم كذا مره، يعني هو اللي بيستوي معاكي مش هيقب معاكي كويس، اللي هيستوي معاكي مش هيقب معاكي كويس، فانت لازم تقلبيه وهو يكونش لسه استوى. يعني شوفوا ده عشان استوى معايا فقام مقبش كويس الرغيف ده، لكن باقي العيش كله قابب معايا 100%. فانا وريتكم الاتنين بالشكل ده عشان يقب معاكي كويس زي ما اتفقنا تعملي اللي انا قلت عليه. شوفوا انا خلصت كل الكميه، طلع معايا كميه كويسه جدا، وعملناه في الطاسة على عيون البوتاجاز بكل سهولة، يعني العيش كله قابب وشكله جميل جدا، غير ان ريحته خطيرة جدا في البيت. شوفوا الرغيف شكله خطير، وهفتحه دلوقتي اوريكم ان الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت، وقابب معايا العيش وجميل جدا. هتعملي بيه احلى سندوتشات انت بتحبيها ليكي والاولاد. شوفوا قد الرغيف من جوه ازاي، الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. انا عليت الاضاءة بس عشان ايه تشوفوا العيش كويس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون قلت كل التفاصيل اللي تفيدكم، وباي باي.